الصباع اللي يوجعك اقطعه، ما تعالجوش. الاتيتيود الوحش لازم يموت فورا. في موظفين كانهم اعلان سلبي ماشي على رجليه، كل يوم داخلين طاقه سلبيه، شكوى، دراما، نكد. واسواهم اللي عايز يتعلم ولا يشتغل ولا يتغير. انا مش ضد انك تكون تعبان او عندك مشاكل، بس لما كل واحد يجي الشغل حاطط مشاكله على كتف زمايله، احنا مش بنشتغل، احنا بنتعالج جماعي. الموظف اللي مش شايفك كبير، مش حاسس باي قيمه ليك، فاكر الشغل مؤقت لحد ما تفرج، هو اول واحد لازم يمشي، لان اللي على ما تفرج ده هو اكتر واحد مبوظ الشركه من جوه. بس تعالى فكر معايا في دي، كم مره سبت شخص باتيتيود بايظ وقلت معلش وسممت بيه باقي الفريق؟ طب كم مره اتاخرت في القرار ولقيت ان السم انتشر؟ عارف السكوت على الاتيتيود الوحش بيكلفك قد ايه؟ بيكلفك الناس الكويسه اللي مش قادره تستحمل البيئه السامه. لو انت قائد تيم، اسال نفسك مين محتاج اقول له شكرا الباب يفوق الجمل. لو اشتغلت قبل كده في فريق ضايع بسبب حد واحد، اكتب لي في الكومنت الاتيتيود بيبوظ الشغل، واعمل شير الفيديو ده، يمكن حد لسه مستحمل حاجه المفروض ما يستحملهاش. تابعني عشان تبني فريق ناجح.